يا مساء الخير. النهارده يا جماعه هنعمل اكله اسمها معشوقة الجماهير. لا طفل يقدر يقاومها ولا كبير يقدر يشوفها ويسيبها. هنعمل النودلز مع الدجاج بطريقة الكنتاكي المقرمش. طبعا هناخد الجانب الصحي والأخف منها والطعم اللي يخطف القلب. أكلة اسمها تشيكن كاتسو ريمين أو دجاج المقرمش على الطريقة اليابانية. هنعملها بأبسط الطرق والمكونات من غير تكاليف ولا تعقيدات الطرق اليابانية. في الوصفة انا جبت شريحتين فراخ وبعدين خبطتهم خبطتين كده علشان البهارات تعرف تتوغل فيها براحتها، وبعدين معلقة فراخ بودر ومعلقة زنجبيل. التكة بقى اللي هتنقلك اي طعم فراخ ممكن تعمليه نقلة تانية هي معلقة الزنجبيل الفريش والثوم الفريش. كتري براحتك ولا تقلق، طالما في طبقة كريسبي تانية هتداري كل ده، هتداري فما تقلقيش. بعدين معلقة لبن بقى علشان تبقى تندر من جوه كده وجويسي، ودوب سبتها بالكتير قوي يعني 5 دقايق او 10 دقايق، ما كترتش فيها. نيجي بقى لطبقة الكريسبي، ودي الخطوة اللي انا بعشقها بقى. شوية الدقيق بقى وفيها كل البهارات اللي انا بحبها، توم باودر بقى، بصل باودر، زنجبيل باودر، كل اللي تحبيه فيها، شوية نشا، هتظبط معاكي احلى طعم. نيجي بقى خطوة الزيت، بجيب طاسة صغيرة وبحط فيها كمية زيت مش كتيرة لعشاق الناس اللي بتحب الزيت من مرة واحدة وما بتحبش تستخدمه مرتين. شوية على فكرة الطاسة صغيرة على فكرة وفيها زيت قليل قوي. شوفوا بقى الطعم خطير، اللون دهبي تحفة، حاجة تحفة صراحة. نيجي بقى لتحضير صوص الكيري، بجيب جزرة متوسطة بقطعها كده مكعبات، بصلة صغيرة او نص بصلة كبيرة عادي اقطعها شرايح كده واديها تشويحة. ويا سلام لو حطيتي معاها كمان نص ثوم مفروم حلو قوي، نص فص كده او فص صغير. واحط كوباية مية كبيرة واسيبها تغلي شوية. عايزة تحطي مكعب مرق ماجي اوكي، او عايزة تحطي الباودر بتاع النودلز نفسه وتكتفي بكده اوكي تمام، الاتنين بيمشوا حالهم بيبقوا نفس الطعم في الاخر. بسيب النودلز على النار بقى وبحضر التركة اللي بتميز الطريقة او الوصفة اليابانية. بجيب 200 ملي مية وبحط عليهم معلقتين كبار نشا، وبحط عليهم معلقة كاري باودر ومعلقتين كبار كاتشب. هو المفروض الكاتشب ده بحط بديله رشة سكر كبيرة او معلقة سكر كبيرة، فانا استبدلت السكر بالكاتشب. الكاتشب بيدي مذاق اقوى وبيدي لون انعم، مش حد يعلم علينا فممكن نستبدل الطريقه دي ان احنا نجيب مكعب زبده ومعلقه دقيق ونشوحها كاننا بنعمل صوص البشاميل، وبنحط مكعب المرقه وبنحط البهارات بتاعه النودلز، وكل وصفه بنمشي عليها عادي، بس نستبدل الخطوه بتاعه النشا بالدقيق. شايفين الجمال؟